بعد غياب طويل للشيخ احمد طه علينا على يومات اهل الريف، قال لي النهارده انا راجع لك النهارده باكبر كميات دريس الحجازي والسلاج المفروم، وتبني القمح، وتبني القش الرز. النهارده يا جماعه بفضل الله جبت لكم كامل، يعني التغذيه الكامله في الثروه الحيوانيه مع الشيخ احمد طه. يا ريت كل حبايبي وكل متابعيني تجمع معايا كده بالصلاه على النبي. النهارده ما شاء الله كده اللي عايز اي حاجه تخص الثروه الحيوانيه بفضل الله النهارده متاحه وموجوده. السلام عليكم، ازيك يا شيخ احمد؟ السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم عزت؟ مرحب بك يا شيخ احمد. اخبارك ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير والله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب على عطيتك يا رب. يستاهل الحمد. الله يكرمك يا عم عزت. واحنا تاخرنا على مشاهدينا، بقينا فتره، بس على ما جبنا الحاجه الكويسه والاسعار الكويسه وكل حاجه متاحه وموجوده هنا بكميات كبيره. تمام. كميات اللي هو عاوز، اي حد لو عاوز يحمل من هنا شفر يحمل، يعني طن 2 طن 10 طن كل حاجه متاحه. موجود. طب اديني رقم تليفونك يا حاج احمد كده. 03 وحايد 91 420 75. ان شاء الله كل حاجه قلت لي متاحه. طيب بس انا حاجتي من هنا، يا اما لو حد بلغني وقال لي هات لي بعربيه لحد عندي اجيب له لحد عندي بدون اي عربون يدفعه على فودافون كاش ولا اي تليفون او اي فلوس. انا لما اروح له بحاجته لحد عندي، يعني يستلم البضاعه يسلمك فلوس. الله يكرمك. تمام، يعني اطمن على البضاعه الاول. يطمن على الطعم، والبضاعه لو فيها اي حاجه مش عاجباك يرجع بيها. ارجع بيها، ما تستلمهاش. الله ينور عليك يا شيخ احمد. واحسن احسن احسن اسعار، ولو لف وجاب سعر من الوادي نفسه او من الاقصر او من العمريه او من البحيره، انا تحت امره. الدريس اللي هو عاوزه موجود. قول لي يا شيخ احمد، موجود ايه النهارده معانا بقى في العرض؟ انا موجود هنا دريس من الوادي من الدخله، ودريس من منيا، ودريس من اسيوط. تمام. وتبني قش الكميه اللي هم عاوزينها برضه زي ما انت شايف. ما شاء الله كميات كبيره يا جماعه اهيت. وعندي تبني قمح. بسم الله ما شاء الله. تبني قمح قديم. تبني قمح بتاع السنه اللي فاتت ده. بتاع السنه اللي فاتت. تمام. بتاع السنه دي لسه بسعر، اما السعر الجديد لسه ما ظهرش. مظبوط. الجديد عشان ما فيش حد يكلمني فيه، لسه قدامه 3 4 ايام 5 ايام اسبوع ويظهر. يعني دوت النهارده تبني القمح بالسعر القديم. بالسعر القديم اللي هو بكام يعني؟ زي ما هو، اللي هو ب 2000 جنيه. ب 2000 جنيه. في مكانه من هنا. تمام. بس السعر الجديد لسه ما ظهرش. طيب تبني بقى القش الرز. في برضه هقول لحضرتك. اتفضل. وفي تبني فول، لو حد عاوز تبني فول اي كميه او عاوزته موجوده برضه. موجود تبني فول. طيب تبني الفول سعره من هنا ب 800 جنيه. الحمل ب 800. الحمل ب 800. تمام. الطن ب 3200. ب 3200 سعر الطن. طيب اللي قول لي بقى يا شيخ احمد. نعم. اللي تبني القش الرز. ماله؟ الايام اللي فاتت كنا سمعنا ان تبني قش الرز. الايام اللي فاتت انا بعت القش دهوت ب 6.5. تمام. وصل معايا سعره لحد 6.5 وال6 700. انا النهارده يا جماعه ببيعه من هنا ب 5.5 من مكانه. ب 5500 جنيه. 5500 جنيه من مكانه. من هنا. تبني قش الرز يا جماعه ب 5500. لو حد برضه له عشم فيا في ثمنه، انا تحت امره برضه مفيش مشكله. يعني برضه نريح الناس. اريح العمل معاه برضه. الله يبارك لك يا شيخ. انا بالنسبه لي يا جماعه نزلت تبني القش دوت من حوالي 20 يوم، قسما بالله نزلته ب 5800 جنيه. مش كلام والله، تنفيذ. ب 5800 جنيه، وكان عايز فيه 6000 ونزل ب 5800 بالعافيه. يعني بمحبه كده، ايه، عشم في عشم. اما الدريس بقى يا عم عزت موجود الكميات اللي هو عاوزها زي ما انت شايف كده ورايا. بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايف ورايا. تمام. شايف هنا. بسم الله ما شاء الله. شايف هنا الكميات اللي انت عاوزينها تحت امرك. احلى رضا. حاضر يا عم رضا، حاضر اكلمك يابا. انت قلت لي على فيديو بتاع امبارح ما عرفتش ابعته لك، معلش ما هوش على التليفون اللي على الواتس، معلش. طيب انا شايف كميات كبيره بالصلاه على النبي، والدريس لسه بالخضار بتاعه. انا عندي دريس يا عم عزت ب 12000 وب 13
وب 13 ونص. ب 12 أزيد عن كده. ب 12 وب 13. وب 13 وب 13 ونص. طيب ادي رقم تليفونك يا شيخ احمد تاني. 03 وحي 91 420 75. عنوانك يا شيخ احمد؟ قرية ابو حمر، مركز بسيون، طنطا غربيه. ابو حمر بسيون طنطا غربيه. ايوه. طيب طبعا قريه ابو حمر كلها معتمده على الايه؟ على شغل الدريس اللي هو الدريس الحجازي بتستخدمه. ازيك يا عم طه؟ نورتنا يا باشا. الحمد لله على السلامه يا غالي. العربيه ديت يا عم عزت اللي بتسوق، تمام. اللي الله بتسوق، ينور يا عم، ربنا اللي يبارك لك. بتودي لاي مكان. يعني خدمه التوصيل برضو موجوده، موجود. بس انت الاسعار اللي انت بتقولها لي من على ارض المكان. المكان من هنا. طيب عايز استفهم منك على حاجه بسيطه كده يا شيخ احمد. احنا يمكن بنقولها في كل فيديو، بس دي برضو ايه، حاجه مهمه مفروض تمام. يجي خلال بكره او بعد، بس سعره هيبقى غالي. سعره مفروض بس يجي بكره ولا بعده، بس سعره غالي. طيب عشان الدريس دلوقتي غالي. تمام. اللي يسالني النهارده تحت امرك. طيب يا شيخ احمد، انا عايز استفهم منك على حاجه بس. يمكن معظم المربيين والناس اللي هي لحد دلوقتي ما اعتمدتش على الدريس الحجازي في التغذيه. لا 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 لا، ده في ناس مش عارفه تعيش من غير الدريس الحجازي. مظبوط معاك. في ناس وفي ناس لسه ما جربتهوش. براحتها. طيب انا بس عايز افهم بقى الناس اللي لسه ما جربتهوش. الدريس الحجازي يا شيخ احمد طريقه التغذيه بتاعته عامله ازاي؟ وبيتحط منه كميات قد ايه لو عجل مثلا تسمين او بقره حلاب؟ عايز استفهم منك بس ايه. بص، لو عدت استفسار بسيط. معدي 350 كيلو ولا 300 كيلو ياخد له 3 كيلو دريس في اليوم. او طقه واحده، هي طقه واحده. تمام. 3 كيلو دريس. 3 كيلو حسب ما العدل يقبل منك، بس بدايته من 3 كيلو. بدايته من 3 كيلو. البقره الحلاب بقى لو بتحلب 20 كيلو ولا حاجه تاخد لها 4 كيلو، 4 كيلو ونص، 5 كيلو، زي ما تقبل برضه. واللي انا اسمعه برضه يا شيخ احمد من ناحيه البقر الحلاب، المربين هنا في قريه ابو حمر وبالاخص، والله ثلاث ايمان بالله، الدريس ده في الحلاب وفي التسمين وفي اي حاجه لا يعلى عليه. لا يعلاش عليه. فعلا هو عاوز. انت عندكم هنا في ابو حمر يعني من اهم العارضين معانا على يومات الريف التاجر محمود حسونه. ايوه طبعا. فبيعرض معانا، وموضوع الدريس الحجاز ده يا جماعه هو ما بيستغناش عنه في مزرعته. هو تاجر بقر حلاب وبقر طبعا اللي هو تخصصه الحليب. طبعا. فهو انا شفته كام مره بيجي ياخد من عندك دريس. أيوة. فبقول له يا عم محمود، انت الدريس دوت يعني انت هل هو مهم للدرجه دي؟ قال لي انا ما اعرفش استغنى عنه نهائي. أيوة. بسم الله ما شاء الله. بص يا عم عزت، انا هقول لحضرتك على حاجه. انا لو الشمس بس، لو مش الشمس، بص يا عم عزت الدريس عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. شوف الدريس عامل ازاي يا عم عزت. بسم الله ما شاء الله. دي نمبان. تمام. شوف النعمه والورق ده بروتين عالي. شوف المنظر الدريس عامل ازاي. نسبة الرطوبة فيها قد ايه يا شيخ احمد؟ مفيش رطوبة، ما تجيبش 8%. احنا خلاص بقى الجو حرر بقى. الجو حر. مظبوط. وده ربنا اللي بيدن ده اهو شوية دريس مالهم حل. الله ينور. قسما بالله شوية دريس مالهم حل. واللي عايز اي كمية موجودة بفضل الله. اي كمية موجودة. تمام. وتحت امركم لزبايني والناس تحت امركم. الله يبارك لك يا شيخ احمد. ما شاء الله، يعني زي ما علينا الشيخ احمد طه من قريه ابو حمر مركز بسيون غربيه. معلش يا عم عزت، برضه عندنا شكاير سلاج صغيره من 40 ل 45 ل 47 كيلو. طب هي فين ده يا شيخ احمد؟ موجوده في المخزن والله. يعني مش هتبان دلوقتي. عاوزني اجيبها لك عادي. تمام. انا بقول لك والله عاوزني اجيب لك. موجود برضه متاح. ها؟ طب ما تيجي نبص على كده واحنا مباشر شيخ احمد. حاول تفتح الباب كده وحاول توريني شكاره واحده بس. عشان الناس ايه اللي معانا كده تشوف المنتج اللي موجود. حبايبنا الغاليين متابعينا في كل مكان، اي استفسار سيبولي في تعليق، انا تحت امرك.
تعال يا شيخ احمد تعال. بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه سلاج اهوت، بس سلاج متعبي ومكمور جاهز. يعني طبعا اللي ياخد ديت يا شيخ احمد ياكل على طول طبعا. صح؟ اللي يفرط ولا لا يكمر؟ لا لا تفتح شكاره مغلفه ما فيهاش نفس هواء. تمام. تفتحها يغلفها. طب افتح لنا كده يا شيخ احمد الله يبارك. لا. افتح لنا كده، فرجنا كده. افتح لك شكاره. حاضر. فرجنا كده. بصوا يا جماعه. طب الطن فيه ده عامل كام يا شيخ احمد؟ ها؟ الطن عامل كام؟ من غير فلوس يا عم عز. الله يبارك لك. والله العظيم. وطبعا السلاج مفيش استغنى عنه. يعني. يعني السلاج مع الدريس الاثنين بيكملوا بعض. متلج اهو. الله عارف يعني متلج؟ حط لنا هنا. قلت لك هنا؟ متلج اهو يا عم عز. متلج اهو. بصوا يا جماعه. بص يا عم عزت. الذره اهو. الذره اهو. تمام. الذره اهو. اهو. الذره هو اصلك منه كله اصفر فاصفر. اهو. فحبايه الذره برضه ما بتبانش قد كده. شوف الذره قد ايه؟ اللهم صل على النبي. شوف الذره. ما شاء الله. ايوه. تمام. طيب الشكاره قلت لي دي من ديت كام كيلو؟ من 45 من 40 ل 45 كيلو 47 كيلو. يعني ال 10 شكار منها 400 ل 450 كيلو ل 470. 20 شكاره قلت لنا. ل 20 شكاره قولوا طن. ايوه 21 شكاره بالظبط. طيب النهارده دي بكام يا شيخ احمد؟ دريس ب 4.5. المخموره ب 4.5. ب 4000. ب 4000. ب 4000. ايوه 4000 يا عم عز. ب 4000 بس يا جماعه. امال ايه 4.5 ده يا شيخ احمد؟ يلا يا عم كنا بنقول باربعه وقلنا باربعه كنا بنقول باربعه ونص وقلنا باربعه. تمام. عشان كله ياخد. ايوه. وايه؟ تحت امره. واللي عايز حاجه يعني ايه كل حاجه موجوده بفضل الله. ان شاء الله. طب رقم تليفونك يا شيخ احمد للتواصل؟ 91 420 75. عنوانك يا شيخ احمد؟ ابو حما مركز بسيوق طنطا غربيه. قلت لي موجود معانا ايه بقى النهارده كل حاجه؟ موجود معايا تبن قلح تبن جمح تبنى محاوي. تمام. ماشي اديق. ماشي. تبن قش دريس حجازي دريس حجازي دريس حجازي دريس حجازي. كل حاجه سلاج. موجوده. سلاج مكموره اهو يا لو حد جماعه. عاوز برضه تبني فوق موجود. لو حد عاوز تبني ربه موجود. بس انتوا شايفين المخزن شكله ايه؟ مليان. فانا الموجود حاليا هنا انا عندي 3 مخازن تانية على البحر فيهم الحاجات دي. تبني فوق تبني ربه. اللي عاوز حاجه زي دي موجود. الله يبارك لك يا شيخ احمد. الله يبارك. اللي عاوز دريس من منيا اجيبه له على 11 ونص وصال تحت امره. تمام. 11 ونص وصال بس ياخد عربيه شفر على بعضها عربيه شفر على بعضها تحت امره. العيد اللي تنتج يا شيخ احمد؟ نعم. حاضر. اللي عاوز دريس بلاء من منيا يوصله بالعربيه الشفر عربيه شفر 5 طن 4 ونص ب 11 ونص يوصلوا لحد عنده. ماشي. من ايه؟ من منيا ومن اسيوط. اكتر من كده لا. الوادي مكانته زي ما هي 13 و13 ونص بتاع الوادي. تليفونك يا حاج احمد؟ 03 91 420 75. عنوانك؟ اللي عاوز دريس من البحيره من العمريه يوصلوا لحد عنده برضه بالعربيه كابله من البحيره لحد عنده ب 9700 موجود برضه متاح. موجود ب 9700. تمام. اسعارها ايه؟ اسعاري 9700 موجود لحد عنده. نورتنا يا شيخ احمد. نورك يا عم عز. تشلك لي فيديو واحد لو تصلى على الحبيب طبعا لان هو معروف قريه ابو حمر في مركز بسيون محافظه الغربيه. ورقم التليفون امامكم على الشاشه. والى لقاء اخر ان شاء الله ودمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.